السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ دلوقتي احنا داخلين حفلة الست انغام. طبعا داخلين سرقة، واحد صاحبنا كلمنا الساعة 7 قبل الحفلة بساعة، واحنا اللي فاكرين الحفلة شغالة، طلعت ناس مشغلة الحفلة جوه العربية، شكلهم مش عارفين يخشوا الحفلة. تمام بقى ان شاء الله دلوقتي داخلين الحفلة. ادعوا لنا بس الراجل صاحبنا ده يرد علينا ويطلع ياخدنا. سؤال بس صغير، ليه حاسس ان كل اللي داخلين حفلة انغام موظفين بنك؟ يعني تحس ان هم لابسين بدل وبتاع، يعني حاسس ان هم ناس مسؤوله. يعني ما فيش مثلا واحده بشعرها بقى ولابسه مش عارف ايه وكده الكلام ده، لا، تحس ان هم جايين لابسين فورمال قوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم؟ انا حاليا قاعد على الكرسي بتاعي اهو 8، وصلت الحفله وست انغام بتسلم عليكم كلكم اهي انا يا جدعان حاسس ان الحفله بجد والله قاعد في وسط لواءات، والله العظيم قاعد في وسط لواءات، حتى الستات لواءات، الناس كلها مسؤوله، مفيش حد هنا تافه غيري تقريبا. والله والراجل اللي جاب ده والله العظيم بقى مش فاهم، حتى الناس اللي مقابلانا من بره لابسين بدل وحاجه كده ما شاء الله. يا جدعان احنا غيرنا المكان بتاعنا، رحنا مكان تاني، بس احنا قاعدين في سرقه يعني الصراحه. انا عايز اقول لك قدامها بالظبط، حاسس ان احنا نتقفش، للاسف يا جدعان الحفله وقفت لان في مشكله في اخر الحفله ورا، فالحفله وقفت لان دي مش حفله اوكا واورتيجا، يعني طالما في مشكله في حفله انغام لازم يوقفوا الحفله كلها، حتى لو هي دلوقتي عندنا في المطريه عادي، احنا في طريق القطاميه، لو المشكله في المطريه بيوقفوا الحفله لحد ما يحلوا المشكله. فيا جدعان اي حد في المطريه عنده مشكله يهدى كده لحد ما نخلص الحفله ويعملوا المشاكل براحتهم. بصوا يا جدعان ده ابو باشا بعد اذنك، ده ابو 22,000. بصوا الراجل ده ابو 22، تمام، الراجل ده تمام دفع 22. هو انا عارف ان هو مش باين ان هو 22، بس صاحبه بقى معهوش خالص، يعني صاحبه داخل نط، والله العظيم داخل سرقه، وقال لصاحبته ان هو داخل بفلوس، هو قال لصاحبته كده. يا جدعان الناس دلوقتي قلقانه على الفنانه انغام. لا الصوت عالي. هو هيشتغل دلوقتي. دي ما فيهاش حاجه، دي فاضيه. دي فاضيه؟ دي فاضيه. الثانيه اللي مسروقه سرق، دي سرقها بجد؟ اقسم بالله ابدا. امال ايه؟ دافع 22,000 جنيه عشان احضر لانغام. طب معلش طلع بجد والله. طب ممكن اشوف بس محتوياتك اللي تخليك تدفع 22؟ اشوف تليفونك؟ اشوف تليفونك؟ بص بقى تليفوني، بص تليفوني. انتوا جايين انتوا الاثنين بتليفون واحد اصلا. معلش اشوف بس. انت كمان معكش تليفون؟ لا انت جاي تاني؟ انت بايع على البوابه؟ خدوا منك بكام؟ انا اقول لك عشان ما يضحكش عليك. هو قال لي هات مساء الخير يا جماعه، معاكم هادي لبيب من التنظيم. احنا عشان السيفتي بتاعت الايفنت، البلاتفورم بتاع الجي اي مش اكتر حاجه سيف، فاحنا وزعنا الناس من على الستيج من المنطقه اليمين والشمال، ولو في حد برضو مش هيبقى مبسوط من الاكسبيرينس دي فور ريفاند، مفيش اي مشكله، وان شاء الله نكمل الحفله وكلكم تبقوا مبسوطين على قد ما نقدر. شكرا. هي قال شويه كلام بالانجليزي احنا مش فاهمين منه حاجه، بس ان شاء الله خير يعني. انا اتاكدت ان احنا ما ينفعش نيجي الحفله دي لان الجمهور كله مش مستحمل يسمع اي حاجه غير انغام. احنا قاعدين في المكان ده اللي محدش من الناس اللي دفع فلوس كتير دي قاعد فيه بسبب حاجه واحده بس، قاعدين مقصوره، ان الناس العشوائيه في المكان مش كتير. احنا اكتر ناس عشوائيه، الجارد بس خايفين نقول له عشان ما يضربناش. اقل حد هنا في حفله انغام ماسك ايفون 18 اللي لسه ما نزلش. اهم الحفلات دي تروح مع من تحب، بس اكيد مش ده. اقسم بالله اللي يشوفني يحس ان انا ابن خالد انغام. الله يا فنانة الله. انا اسف يا جدعان، بس حتى الحمامات بصوا عامله ازاي، بصوا حمامات حمامات نضيفه. وبحس كأني مكسر وما بسألش عليك لغاية دلوقتي، جت سيرتك بتأثر ليه دلوقتي
بحس كأني مقصر إني ما بسألش عليك وافتكر إنك بالي دنيا لوحدك واتأثر إحساسي كان بيتأثر ده أنت خلاص سبتني قلبي سبتني قلبي بيتأثر سبتني قلبي. الله يسامحك يا زياد. يا جدعان لو حد عايز حاجه من الالغام يكلمني، قول له احنا مع الالغام. عادي احنا مع الرابعه معاك. انا حاليا اروح اسلم على الالغام بس واخده معلش. للاسف يا جدعان احنا كنا قاعدين لوحدنا بس الحفله كلها اتنقلت هنا. عملنا حفله لوحدها هنا والله. يلا بقى انت لو واد كترت قوي ها؟ ماشي خلاص. ايه؟ انا لازم اقعد قدام. كان استراتيجي الكلام على بيات كده الكلام على بيات. خلي بالك هيزعل. احنا كويسين والله. مش متأخرين ولا حاجة ولا تعبانين. بصوا يا جدعان احنا قاعدين صف اول من الصف الاول. ليه؟ لان اللي ورانا ده الصف الاول. تمام؟ احنا قاعدين قبل. انا قاعد قبل. انا ما قلت لك انا ابن خالد الغام خلاص الموضوع خلصان معايا. انا قاعد قبل الصف الاول. دي ما لا تقدر بثمن. القعده دي لا تقدر بثمن. انا بعرفكم بس. تمام؟ بصوا يا انغام هي اللي مقعداني. خلي بالكم هي اللي مقعداني. انت مصعب جابتني من ورا مصعب تعالى اقعد هنا. ليه؟ انا يعني بتفائل بيك وانا شايفاك بعرف اغني. هي قالت لي كده انغام نفسها اللي قالت لي الكلام ده. انا كنت قاعد ورا وعادي مريح دماغي بس هي اللي قالت لي كده. فاضطريت اجي اعمل ايه عشان طب اقول لكم حاجه المفروض تمشي الساعه 11 قاعده لحد الساعه 12 وحاجه. كل ده ليه؟ عشان خاطر انا بعرفك الريتش الايس كريم برضه. يا جدعان حد عايز حاجه من الالغام؟ حد عايز يخش حفله الجايه؟ كلموني هقول لها دلوقتي اهي. هي هتخلص وهتكلمني فلو حد عايز حاجه يبعتوا لي قبل ما اخلص. بص بتشاور عليها ازاي؟ الله يخليك يا علاقة مع بينا وبين بعض من بدري قوي. بدري قوي كنا اصحاب زمان. هي بس الدنيا شغلتها والحفلات عشان هي بتسافر كتير الفترة الجاية. تمام؟ فعشان كده هي دلوقتي أول ما شافتني قالت لي أرجع تاني. لأن هي اكتشفت إن أنا شخص مهم. عشان كده هي حابة ترجع لي. فاهمين حاجة؟ عشان كده الموضوع مش غريب، الموضوع عادي جدا. اللي بينا أكبر من كده بكتير. أكبر من مجرد حفلة. فاهمين؟ بس هي أنغام جدعة. بس الناس اللي حواليها اللي كانوا عاملين فيها مشكلة كده. الناس اللي حواليها. إنما هي جدعة بصراحة أنا شفتها من زمان على فكرة. كانت بتجيب السندوتشات بتاع المدرسة وتقسمها معايا. بيرضي الله. أقول اللي بحقها واللي مش بحقها. بصراحة. قولي يا أنغام قولي. قلبي يا أنغام قلبي. والله تعبت اقسم بالله. ده انا تعبت. حاسس الناس كلها اللي هنا عارفين بعض. والله اهو مع انغام بيكلم في التليفون مع انغام. حاسس الناس كلها اللي هنا عارفين بعض والله. كلهم في نفس الشركه مع بعض. حاسس ان يعني معظم الناس اللي هنا رؤساء بنك CIB QNB كده يعني مش ناس عاديه. رؤساء. لا لسه. انا اسف معلش حلوه دي حلوه باذن الله يخليك. هي واسطه بقى ولا ايه؟ ما ده عيد ميلادي كان اول امبارح. شايف النهارده اقسم بالله شايف 3 ساعات
انا تعبت، انا قاعد على حالي تعبت، هي بتغني ليه؟ كده ربنا ان عندي دلوقتي انغام بتعتذر لي عشان خاطر هي اتاخرت علينا في الحفله. زي حضراتكم. هي ما تعرفش ان انا جاي متاخر وما رضيتش اقول لها برضه عشان ما تزعلش. فهي دلوقتي بتعتذر لي وانا عادي والله، بس انا يعني العتاب ده خليه بيني وبين بعض. شفتوا كتير ونجتمع كتير وغني لكم كتير عشان انا بتردي. جبنا الحفله كلها هنا والله. والله بتردوا فيا روح. جبنا الحفله كلها هنا. متشكرة يا رب تكونوا انبسطتوا زي ما احنا انبسطنا زي ما انا انبسطت. اختار ما بين نصر وبينك معترف ان انت اغلى واغلى وكمان اولا بحبك سنين سر ومحدش عارف وانا ادفع سنين يعني واحبك في العالم. السلام عليكم يا جدعان، انا لسه مخلص دلوقتي مع انغام. تسلم عليكم كتير وتقول لكم عايزه اشوفكم كل حفله. كلمتني قالت لي تعالى انت ومصطفى على طول عشان خاطر هي كانت متفائله النهارده، عشان كده قعدت بتاع 3-4 ساعات في الحفله. 4 ساعات حفله 4 ساعات انا اللي قاعد واقف اقسم بالله رجلي وجعتني. تخيل ايه؟ السلام عليكم يا حبيبي، تخيل هي عملت ايه. بس هي كانت بتقول لي، قالت لي كلمه واحده صغيره، قالت لي كلمه واحده رنه في وداني، قالت لي انا اول ما بشوفك ما بحسش بالتعب. مش قالت لي كده مصطفى؟ لا ومش قالت لي اول ما بشوفك ما بحسش بالتعب. اتكلمت عليك صح؟ انت الوحيد صح؟ انت الوحيد. لا بس ما اتكلمتش في ظهري، في وشي. في وشك حصل. لا بص انا على فكره انا غم كده من زمان. اهم حاجه يا جدعان كان معكم اخوكم مصعب رضوان. ما تنسوش تعملوا لي فولو سبسكرايب. تقولوا لي ايه رايكم في الفلوجات، عايزين نعمل فلوجات جديده. هستنى كومنتاتكم كلها صح يا اخويا؟ والراجل ده هو معايا. هستنى كومنتاتكم كلها اقسم بالله ماليش فيه. تمام؟ يلا مصطفى خش حمام بقى.